لما الدولار بينزل قدام الذهب معنى كده ان الذهب بيغلى. ايه ده ليه؟ لانه لما بيحصل هبوط للدولار قيمته بتقل بالنسبه للعملات التانية، والذهب بيعتبر عمله، وساعتها بتحتاج تدفع فلوس اكتر علشان تشتري نفس كميه الذهب اللي كنت بتشتريها قبل كده. طيب ايه تأثير ده علينا كأفراد بنستثمر؟ هقول لك، رقم واحد، لو انت كنت محوش بالدولار قيمته هتنزل، فقيمه مدخراتك هتقل، علشان كده ممكن يكون احسن لك انك تحول جزء من دولاراتك لذهب. تاني حاجه، وقت ضعف الدولار الذهب ممكن يكون استثمار كويس وقيمته تزيد مع الوقت. طب لو انا عايز دخل اضافي؟ عليك وعلى الشهادات البنكيه، هي ممكن تكون مش احسن اختيار دلوقتي لان قيمه فلوسك بتقل مع التضخم، بس هتجيب لك دخل ثابت ينفعك في المصاريف. طب لو انا مغترب ومعايا دولارات، اصرفها ولا احافظ عليها؟ ممكن تحول جزء منهم ذهب، علشان انا دايما بقول لك نوع استثماراتك، وفي كل الاحوال دي قراراتك، لازم تفكر وتقرر ايه المناسب ليك. ولو عرفت تستشير خبير مالي قبل اي خطوه يا ريت تعمل كده، وتابع اخبار الاقتصاد لانها ممكن تساعدك تاخد قرارات استثماريه احسن. وكمان دايما تابع تغيرات في السياسات النقديه والاقتصاد، وساعتها هتعرف تاثير كل ده على استثماراتك. قولي بقى في الكومنتس، بتفكر تستثمر في ايه في الوضع الحالي؟